كلنا دلوقتي بنضعف قدام المنظر ده. تخيل ان المنظر ده معمول بفرخة واحدة بس يا جماعة، فرخة واحدة لكن كبيرة شوية. انا قطعت الفرخة هنا تقريبا 16 قطعة او 16 قطعة، وكل قطعة فيها ما شاء الله كبيرة. اللون خطير، التسوية حلوة جدا. يلا بينا نبدأ الوصفة سوا مع بعض ونشوف. قدمناها طبعا بالحاجات بتاعتها. سلطة الكولسلو غنية جدا بالصوص بتاعها، مش فقيرة زي معظم المحلات دلوقتي. وشوية بطاطس محمرة. تعالى اقول لكم عملت ازاي. اول حاجه انا قطعت الفرخه زي ما قلت لكم 16 قطعه، وكمان شلت منها الجلد. مهم جدا بالنسبه لي ان انا اشيل منها الجلد. التتبيله يا اما بحطها لبن يا اما زبادي او لبن رايب. لو حابه انك تعمليها بميه مفيش مشكله، لكن انا بحس ان الاثنين او الثلاث حاجات دول بيطر الانسجه، ساعدوا على التسويه، وكمان بتبقى قيمه غذائيه للحاجه. بستخدم الهوت صوص ده، بيديني نكهه حلوه جدا لو حابه الفراخ تبقى معاكي سبايسي من جوه. التوابل بقى: كركم وكاري، بهارات فراخ، وبصل باودر وتوم باودر، بابريكا، وفلفل اسود. دي البهارات اللي انا هستخدمتها. تمام. هقلبها كلها على بعضها. طبعا الملح هقلبها كلها على بعضها. هاخد نصها على السائل اللي هنقع فيه الفراخ، والنص التاني هخليه على الدقيق والنشا مع البيكنج باودر، وده هيبقى البريدنج الخارجي للفراخ. هنزل بقى كل التوابل بتاعتي دي. طبعا التتبيله ديت ما فيهاش اي نوع من انواع الزيوت. تمام. هحط الملح بتاعي وهقلب بقى كويس جدا، وهبتدي انقع الفراخ. مهم جدا ان الفراخ تقعد فتره في قلب المحلول ده او التتبيله اللي احنا عملناها دي. ليه؟ علشان خاطر تشرب منها ويديكي طعم حلو في الفراخ. كل ما كانت المده اطول كل ما كانت التتبيله هتتغلغل في قلب الفراخ بتاعتك، ويبقى طعمها حلو هتتغلغل دي. هقلب بقى كويس جدا كده، وهبتدي انزل الفراخ بتاعتي في قلب المارينيتد ده، وهسيبها. انا تقريبا عملتها من قبل بليله عشان تديني النتيجه اللي انا حباها. انا بالنسبه لي بفضل اللي بعملها عن بتاعت بره. اولا من التعب اللي الواحد بيتعبه ساعات من اكل بره. ثانيا دي التوابل اللي انا اخدت نصها وسبت النص التاني عشان البريدنج. ثانيا بتاعتي انا في البيت. انت منغذاها، العظم بتاعك بيبقى ابيض من جوه نظيف جدا. الغسل انت عارفه انت غاسله ايه. طبعا ده الدقيق حطيت عليه ربع كوبايه من النشا. كمان التسوية، الزيت بتاعنا نضيف. مهم جدا بقى، دي اهم حاجة في الموضوع كله. موضوع النقع وموضوع ان الفراخ في حد ذاتها سليمة وما فيهاش اي شيء من الزفارة، وده مهم جدا من الحاجات اللي بنلاقيها كتير قوي دلوقتي بره. قلبت بقى كده. هاخد بقى الفراخ بتاعتي طبعا بعد ما قعدت فترة. بصوا التوابل يعني لزقت عليها ازاي. هبتدي بقى اقلب بقى، قلبي بقى كده 7 مرات 8 مرات 12 مرة، مش مشكلة. وخبطي علشان يحصل لك شكل الخرفشه ده اللي بيبقى موجود في الفراخ بره. طيب مش هيبقى زي اللي انت بتشتريها قوي. ليه؟ علشان خاطر حضرتك احنا شايلين الجلد، وده مهم جدا بالنسبه لي. انا بحب الفراخ بتاعتي اللي بعملها لانها زي ما قلت لكم العظم نضيف، ما بيبقاش فيه دم. الزيت نضيف، وده مهم جدا. كمان باكل بعشم، مفيش جلد، وانا ما بحبش جلد الفراخ خالص حقيقه، لا انا ولا اسرتي. بصوا ده الشكل اللي بيبقى موجود بعد التسوية. التسوية بقى زيت غزير، درجة حرارة عالية في الأول، بعد كده بتوطي درجة الحرارة، ولو شغالة بغطا بتغطي معاكي. عملنا شوية بطاطس محمرة وسلطة كولسلو، وده كان شكل الفراخ بتاعتنا النهاردة. وصفة جميلة وخفيفة، طعمها كان خطير جدا. أتمنى ان انتوا تجربوها، وأظن انتوا شايفين لون الفراخ شكله عامل ازاي. لو استفدتي اي حاجة من الفيديو ما تنسوش تكتبوا لي دعوة كويسة وتعليق لطيف، كمان لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر قدر من الناس يستفادوا معانا بيه. اشوفكم بخير. كانت معاكم مرمر محمد. سلام عليكم.